اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ودي ان شاء الله جولة في الشقة. نقول بسم الله كده. باب الشقة اهو، ندي ظهرنا للباب اهو. بسم الله ما شاء الله. دي السفرة بتاعتنا، نحط المصلية دي عشان يعني نفتكر الصلاة، وحط عليها المفرش ده اهو. كده حاجات بسيطة يعني. دي بقى القعدة بتاعتي، انا فرشة عليها برضو ايه حفظات كده عشان تحفظها. ودي بقى شكل المخدات اهو. يعني بحب افرش عليها الحفظات دي عشان تحفظها يعني من الاولاد وكده. ان شاء الله هعمل لكم جولة كاملة في الشقة اهو. وده برضو فرشة حافظ برضو. ودي الستارة اللي انا حطاها اهي. كده شكل الستارة. ودي بقى السجادة اللي انا فرشتها. ودي السجادة اللي تحت السفرة اهو. كده شكلها ايه كامل. دي شكل السفرة. تعالوا بقى الأوضة دي. بسم الله. دي الأوضة اللي بنقعد فيها. أنا عملتها معاكم روتين قبل كده. دي الركنة برضو فرش عليها حوافظ عشان الأولاد يعني، عشان بنقعد فيها وكده. ودي الستارة اللي أنا ركبتها اهو. ودي السكينة. كده شكل الأوضة كامل. حاجات بسيطة بس أهم حاجة النظام يعني، وانتي تبقي مرتبة في الحاجة بتاعتك اهو. تعالوا بقى نعمل جولة في أوضة النوم. بسم الله. كنت فرشت بقى الأوضة بالأحمر اهي. الستارة دي بعرض الشباك يعني عشان تبقى كبيرة وكده، احسن ما تبقى نصين، هي كاملة على بعضها. وده بقى المفرش اللي انا فرشته اهو. اوريكم شكله اهو. حاطه بقى هنا ايه مفرش كده على الكومودين يعني. وده شكل السرير اهو. يعني المفرش ده بتاع جوازي، ما بفرشوش كتير اهو. وحاطه برضه على الكومودين تاني مفرش. وده الدولاب. ودي بقى ايه حاجات فوق اهو. دي بقى السجادة اللي في اوضه النوم. ده كان خلاص. دي السجادة اهي. دي بقى التسريحة، انا مش حاطه عليها اي حاجة غير مناديل اهو.
ودي بقى شكل الأوضة كاملة اهو بليستيك كده. يلا بقى لو لسه مشتركتيش اشتركي في قناتي. نخرج بقى من الصالة، نخرج من الأوضة عفوا على الصالة على طول اهو. نخرج على الصالة نلاقي كده السفرة في وشنا، ونخرج من أوضة النوم ودي الصالة بقى والريسبشن على حسب بقى ايه ما بيسموه. ودي بقى أوضة الأطفال اهو، فرشين السرير كده وحاطين عليه حاجات بسيطة. ودي مكنسة والتلاجة والنيش طبعا اللي انا عاملاه اللاب اهو. ودي السجادة اللي انا فرشاها وهو السرير. يلا بقى لو لسه مشتركتيش في قناتي اشتركي. اهو شكل الأوضة. ودي سلة بقى حطوها عشان ايه الأولاد. وكده خرجنا بقى على الصالة تاني. كده شكل الصالة من عند أوضة الأطفال بقى. بصوا ما شاء الله النظام. ودي سلة برضه انا حطاها على جنب عشان الأولاد وكده يعني برضه، بس يعني ما بيكون فيها زبالة بشيلها على طول عشان بتعمل ريحة، عشان دي متغطية. يلا بقى لو لسه مشتركتيش اشتركي في قناتي، قناة هالة حسنين على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.